لا مع مستر كرول، كان كنا كرول. منتخب اولمبي، رحنا الامارات هو كان ماسكنا في المنتخب الاولمبي اصلا وخدني منتخب اول. لكن انا الكابتن جوهري له طعم تاني في، انا جابني بقى من البلد عندنا، انا بلد اسمها متعنتر طلخه يعني، ده اهليه. ما كانش التليفونات، فكان التليفون عند خطيبتي امم. اللي هي مراتي دي. لا. مم. فالكابتن جوهري كلمنا على التليفون، فنسيبي رد عليه، فهو بيحسبه بيهزر. اه كابتن جوهر يكلمني ليه؟ وكابتن جوهري كان عنده كاريزما في التليفون تخض. يعني يقول لك اما تقول له حضرتك مين، يقول لك انا الكابتن محمود الجوهري، فالواد رمى التليفون. جنرال برضو. لا لا لا، الله رهيب يرحمه. كاريزما بسم الله ما شاء الله يعني. اه. فجه الولد قال لي، كنت قاعد في الدور التاني، فقال لي يا كابتن في حد بيقول عليه محمود الجوهري. قلت له ايه بتهزر؟ قال له والله انا تقريبا خدت الدور التاني، مش عارف خدته ازاي، السلالم دي مش عارف خدتها ازاي. يا كابتن ازاي حضرتك بتاع مش عارف ايه. قال لي عبد الظاهر انت معانا في المنتخب، انا حبيت اكلمك بنفسي وكده، انت لعيب كويس وبتاع. كان بيقعد بقى يحكي لي هو شافني ازاي. انت اه عارف شافك احنا ازاي؟ الطريق المصري للمنصوره كان بيقعد 4 ساعات عشان ايوه تروح. الطريق القديم ده. بيقول لي سمعت عنك في حد حكم لك ماتش، فراح قال له خلي بالك في لعيب كويس قوي في المنصوره. كان ساعتها بقى احنا ما زعلناش غير الاهلي والزمالك اه بس. بتزعق، ايوه بتزعق شغل ماتشات الوزع. فالكابتن جوري خد العربيه هو كاب سمير، يقول له يا كاب سمير وصلنا؟ لا وصلنا لا. بقول لي يعني طلع عين امي في الطريق في طبعا الطريق. كان طريق صعب. كان طريق صعب جدا، كانوا مسمينه طريق الموت يعني. اه. فبقول لي وصلت وقعدت في درجه ثالثه اتفرج على تلت ساعه، قال له هاتوا معانا على طول، اتفرج على تلت ساعه بس. وانت بدايتك يا كابتن كنت بادئ مدافع لا كنت نص ملعب، بلاي ميكر كمان 10. كمان؟ اه وليه وسبب. كل المدافعين الجامدين بدأوا امم حياتهم اه مهاجمين؟ ايوه يعني ايوه يعني ليه ايوه اي نص مدافع ملعب، وانا جامد؟ صغير كنت بلعب نص ملعب. اه وايه اللي رجعك ورا كده؟ بص انا عايز اقول للناس برضو دروس في حياتي ممكن تنفعهم شويه على حكايه الصبر والحاجات دي كلها، وشيء مهم جدا. وانا عندي 14 سنه كنت بلعب في نادي درجه رابعه اسمه نادي سمات طلخه، شركه سمات اه طلخه. طبعا عارف. انا كنت بلعب فيه. فاللي قاعد قدامكم ده كان بيلعب في درجه رابعه، فدرجه رابعه، وكنت حاسس ان انا هوصل لمنتخب مصر. كل الاحلام اللي انا كنت عملتها دي مقتنع كنت بنفسك قوي مقتنع كده؟ بيها قوي قوي. ده طول حياتي، مش مثلا فجأة لقيت نفسي بلعب كورة. لا 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 لا، انا مقتنع بنفسي من ساعة ما اتخلقت ان انا هبقى لعيب كويس. فالمنصورة عايز يشتريني من سمات طلخة. واقف على كام؟ هم كانوا عايزين 20 وال20,000، والنادي المنصورة عايز يدفع 15. ده كتير قوي على واحد عنده 14 سنة في الوقت اه ده. امم كام سنة بقى انا قاعد بتمرن من غير هدف؟ 3 سنين. تسمع؟ لا في المنصورة. اه انت رحت المنصورة قالوا تعالى اتمرن معانا. خدوك بس ما بتلعبش. فالنادي اللي هناك عاند، فقعدت 3 سنين اتمرن، عشان واللعيبة معكش تقول لي استغنى. معيش استغنى. اه يعني انت بتتمرن ومش هينفع تلعب. مم. وكنت عايش ازاي 3 سنين؟ كنت عايش ملتزم جدا، بروح التمرين زي اي حد خالص، ويوم الماتش ما العبش. لا دي كسرة نفس. اه لا بص كسرة ولد نفس. بقى ولد، لا وكملت ازاي؟ آه. واحسن واحد في التمرين، وبكمل كل يوم، كل يوم بروح. مشوار البلد للاستاد بيحتاج مواصلتين، فما كانش معايا فلوس، فكنت بروح مواصلة مشي ومواصلة اركب قبل التمرين، وساعات ما يبقوش معاه الاتنين. و3 سنين ولد صغير. عليك بايه؟ ما حمدتش. آه. انا ده انا دماغي حمدت وانا بسمعك. والله العظيم يا هواري، انا فاكر الايام دي بالظبط. ان انا كنت بركب ميكروباص عشان ما اروحش تعبان. انت بتتكلم في كل يوم في 3 سنين. العيال بقى طبعا بقيت تريقة الأوضة. اكيد. يا ابني انت بتزهقش؟ يا ابني انت ما تشوف لك حل؟ يا ابني ما تروح تكلم رئيس النادي، ما تروح مش عارف ايه. كل يوم بقى كل يوم يجي مثلا المدرب عاوز واحد في الحته دي سيرد باك، وانا او ليبرو، انا كنت بلعب ليبرو. ما رجعت من هنا مم. واحد حطني هنا فلعبت كويس فخلاص مشيت فيه. كنت طويل بقى وبتاع في سني.
ف جت ازاي ان انا رحت الاستغنى؟ جت ازاي؟ كان دايما الناشئين يلعبوا الفريق الاول ماتش مم. 17 سنه كده، كان لاعب فريق اول دايما في الماتش. فالمدرب قال لي انت معاك لبس، لان مفيش حد، الواد اتصاب اللي بيلعب مكاني ومفيش حد، فماتش ودي مع الفرقه الكبيره. فعادي ممكن تلعبه. فقلت له اه معايا. انا قاعد بتفرج دايما عليهم، بس عمري ما نزلت الملعب لعبت معاهم ماتش، بلعب تمارين بس 3 سنين. مدرب الفريق الاول ما شافني الشوط الاولاني، تعال تعال تعال, تعال. انت مين؟ قلت له انا اسمي عبد الزار السقا. قال لي ماشي ماشي، انت في النادي عندنا؟ قلت له لا، انا بتمرن وكذا وكذا، والكابتن حسن مجاهد وعدني ان هو يجيب الاستغنى بتاعته وكده. انت انهي ناديك فين؟ في سمات الله. تعالى 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 تعالى. اطلع اطلع. والله العظيم 3 ده اللي حصل. قال لي تعالى اطلع معايا فريق اول. من ساعتها ما في نزلتش. اول نزله، في اول ماتش. اول ماتش ود العبه قصادها، ما تصور واحد 17 سنه بياخد على الكره صدره ويبني بقى من هنا وشمال ويمين ومغطي وقاري اللعب كل ايه ده ايه دي. يعني انت يعني الراجل قال لي الراجل اصلا جاب مدير الفني بتاع اللي كان ماسكنا، قال له مين ده؟ انتوا ليه ما بتقولوش عليه؟ ليه ما بتطلعوش عندي؟ عشان 20,000 قال له والله جنيه ده مشكلته معروفه، ده بقاله 3 سنين بيجي، والواد ده ملتزم جدا، بص واضمنهولك، وبص الواد ده رجولة الدنيا كل ده عشان 20,000 جنيه. عشان مش عارف حاجه. راح دفعوا 15,000 ودست الكور وبتاع وحاجات كده وإذا ستيمببس بس.